ازاي دخلت في نص الميه والميه ما لمستنيش؟ بكل بساطه انا ومنيه، والموضوع ابتدى لما سواق تاكسي رمانا في الشارع وما كملش الطريق عشان رايح يصلي. ده بجد حصل. كان يوم جمعه وعايزين نروح نفطر ونزلنا نتمشى عشان نروح كورنيش الشارقه. هتمشى كيلو والشمس كانت طالعه هي وعيالها عشان نفطر فطار فلسطيني في مماقيش. اكتر حاجه عجبتني في المكان اني حسيت اني في بيت ستي ومستنيه افطار يوم الجمعه. حرفيا تحس انك عايز تخش تفتح التلاجة وتشوف فيه ايه. بلاليط مع بيض، حمص حب دانجو. ولقينا خالته الطيبه دي بتحفظ قران. بعدين فطرنا فراخ وطاجن لحمه، حاجه بسيطه لزوم الفطار يعني. لقيتهم زارعين شجر زيتون، وده المكان الوحيد اللي مش هتدفع فيه فلوس الميه، يعني عادي افتح الازازه براحتك عشان الميه ضيافه، والشاي والخضار والعيش ضيافه. امال هم بيبيعوا ايه؟ وقت الصلاه بيقفلوا، ودي حاجه مش بشوفها كتير. المهم خلصنا وخدنا بعضنا ورحنا ايطاليا البلد. بس قبل ما نروح كان لازم نعدي الطريق، ولو ما تعرفش تعديه الطريق مهمه هنا عشان هتاخد غرامه لو عديت جري زي ما بتعمل دايما. خدنا تاكسي ورحنا القصبه، مكان تحسه ايطاليا وفي طيور نورس ومراكب في نص البحر. وسالنا النورس هو بياكل ايه؟ طلع بياكل فشار. ايوه فشار، بس طبعا كلنا عارفين مين اللي كل الفشار في الاخر. ودي كانت احسن لحظه. بعدين اتحركنا على الغرفه المطره. فولو واستنوا الجزء الثاني عشان تعرفوا ازاي دخلنا في نص الميه من غير ما نتبل.